وصل صوتك. المهرجان هذا ياسر بالنسبه للقاره الافريقيه والعالم العربي وهو الاول. انه يتفرجوا في العباد قبل كل شيء الساعه هذه كنا احنا في سيكسيون بانوراما ولا حاجه مهمه برشا. شرف لي انا بحب المهرجان ده جدا، ودي ثالث مره ليا في قرطاج. بحب التوانسه، بحب ثقافتهم وحبهم للفن المصري. حفلك مزيان، حفل كما تونس. أما وقد سرت الفوضى في أرجاء السماء وأصبح الآلهة يقاتل بعضها بعضا، فمن حق كل إنسان أن يتبع شيطانه. ثلاث سنوات وأكثر من حرب مجنونة أنانية لا منطقية. 3 سنوات دمرت فيها النفوس والقلوب والعقول. حرب اخترقت الأبواب خلسة فاستوطنت البيوت وأذلت أهلها. حرب بيع فيها الصغار والنساء في أسواق الرق والعبيد. حرب أبكت جميع أمهات الوطن وأنهكت رجاله. معالي الجمهور الكريم، مرحبا بكم في المسرح البلدي. معالي الجمهور العزيز، مرحبا بكم في المسرح البلدي، وين معلم من معالم المسرح يضيف ويحتفي بالسينما في الدورة 25 من أيام قرطاج السينمائية. شكرا للمسرح البلدي اللي ضيفنا في انتظار مدينة الثقافة اللي كانت من المفروض أو من المفترض تحتضن الجي سي سي في دورتها 20 21 22 23 24 و25. سعداء بأن السينما ما تزال تجمعنا وتغطي لدينا الفن. أصدقائي الأعزاء، شكرا لحضوركم بيننا، ونتمنى لكم إقامة طيبة ومريحة. جمهورنا العزيز، نرجو أن تقضوا أوقاتا ممتعة معنا. سيداتي سادتي، سنسعى معا إلى أن تكون السينما ذات السحر والأمل في هذا العالم الأسود المليء بالافتقار، وأن يبقى بلدنا حاملا لهذا الأمل. أمل يعبر بالفن السابع عن طموحنا ورغباتنا دون حدود. أمل يجمع بيننا دون فوارق. أمل يزيح من أمامنا كل العوائق التي أفرزتها الألفية الثانية. أيام قرطاج السينمائية تحتفل بدورتها 25 يوم تحت شعار نافذة على العالم، بتشجيع التعبير من أجل الشباب ولدى الشباب والحوار مع الجميع. وسنعمل على تعميق هذا الخيار في مستوى البرمجة السينمائية والإضاءات والحوارات والمسابقات والتكريمات وورش المشاريع التي أردناها أن نتحول هذه السنة إلى قسم التثمين لدفع الأفلام الأفريقية والعربية في مرحلتها النهائية إلى النور. ونسعى كذلك إلى تحقيق المركزية للمهرجان والخروج به إلى الجهات منزل بورقيبة، جندوبة، الخيروان، تايلر، قفصة وبكين في مرحلة أولى. وستواصل الهيئات القادمة إن شاء الله مع هذه التظاهرة التي ستصبح انطلاقا من 2015 سنوية إلى تعميم وجودها بكل الجهات خدمة للسينما والعاملين فيها والمواكبين لها. عاشت السينما حرة أبدية. وأعلن عن افتتاح الأيام ومع الشهور.
التي شاهدنا الآن ملخصا عنها من السيدتين والسيد المخرج الجزائري عبد الكريم بهلول. réalisateur algérien عبد الكريم بهلول. مبرمجة الأفلام الفرنسية أليس خروبي. La sélectionneuse de film Alice Haroubi. ورئيسة لجنة التحكيم الفنانة الأردنية الممثلة صباح مبارك. La présidente du jury, la belle actrice jordanienne Saba Moubarak. خديجة السلامي. المخرجة التونسية رجاء ماري. La réalisatrice tunisienne Raja Meri. المخرج السنغالي عثمان ويليام باي. Le réalisateur sénégalais Ousmane William Mbaye. المنتج والإعلامي المغربي رضا بن جلون. Le producteur et homme de médias marocain Rida Ben Jaloun. ورئيس اللجنة الناقد والإعلامي اللبناني بيير أبي صعب. Président du jury, le critique et journaliste libanais Pierre Abissa. شكرا للجنة تحكيم الأشرطة الوثائقية. Long métrage comprend المخرجة التونسية سلمى بكار. La réalisatrice tunisienne Salma Bakar. Our lovely director Salma Bakar. المخرج السنغالي موسى توري. Le réalisateur sénégalais Moussa Touré. الفنانة اللبنانية ريما خشيش. L'artiste libanaise Rima Khcheich. المخرج الجزائري نادير مكنش. Le réalisateur algérien Nadir Mouknesh. الممثلة المصرية منى شلبي. The Egyptian actress Minna Chalabi. Actrice égyptienne Minna Chalabi. مدير التصوير السويسري ريناتو بيرتا. Le directeur de la photographie suisse Renato Berta. ورئيس لجنة التحكيم المخرج الأمريكي ذا يونيك داني جلوفر. The president of the jury, Mr. Danny Glover. Would you please say a word to the audience, Mr. Glover? Would you please say a word to the audience? Let me tell you what an honor it is to be here with you, not only for this opening of this 25th anniversary conference here at the festival, but to be here in Tunisia for about 10 days. Je vais commencer d'abord par ma productrice
chanteuse Nadia El Rachid qui a monté tous mes films. Elle est tunisienne. J'appelle Sofiane Elfani qui est le chef. En premier, l'ordre n'est pas très important, mais j'appelle Ali Bourafa qui est le compositeur tunisien de film. J'appelle également Abel Jafri, tunisien, algérien. Et mon ami Michel, tunisien aussi. Alors je vais appeler quelqu'un